السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين احنا مكملين مع بعض في سلسلة تفريزات رمضان. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين تتبيلة فراخ مشوية. هنعملها مع بعض تتبيلة رائعة حقيقي، طعمها حلو جدا. وكمان هنعمل تتبيلة شيش طاووق. هنطلع الفراخ على طول، هنفرزها ونطلعها على طول على التسوية. طبعا في رمضان هنقدر نعمل الكمية اللي احنا حابينها او اللي احنا محتاجينها. ونقسمها في اطباق زي ما انتم شايفين حسب عدد افراد الاسره. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا وهتشوفها مع بعض دلوقتي في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدا مع بعض الفيديو. معايا هنا زي ما انتم شايفين حوالي 3 فرخات متقطعين ارباع. طبعا نقدر نقطعهم الحجم اللي احنا عاوزينه او بالطريقه اللي احنا حابينها. طبعا غسلتها كويس جدا وهسيبها تتصفى لحد ما نعمل مع بعض التتبيله. هاجي في خلاط وهضيف فيه بصلتين متقطعين زي ما انتم شايفين وقرن فلفل كبير متقطع، كمان من 8 ل 10 فصوص ثوم. هضيف كمان معلقتين كبار صلصه طماطم، معجون طماطم او صلصه طماطم متوفر عندي. كمان هضيف علبه زبادي. الزبادي طبعا بتديها طراوه. وهنضيف بعد كده معلقتين كبار صويا صوص. انتوا عارفين الصويا صوص طبعا اساسي في التتبيلات فراخ. وكمان هضيف معلقه كبيره دبس رمان، بيبقى حلو جدا وبيدي طعم حلو جدا وكمان لون حلو جدا للفراخ المشويه. دبس رمان حقيقي حلو جدا جدا مع الفراخ، انا بحبه جدا في كل تتبيلات الفراخ. طبعا هنقدر حسب الكمية اللي احنا هنتبلها هنعمل التتبيلة، نقدر نضاعف الكمية او نقدر نعمل كمية اقل حسب ما احنا حابين. بعد كده هبدأ اضيف معلقتين كبار زيت. هضيف زيت زيتون وكمان هضيف معلقتين خل. او عصير ليمون المتوفر عندي. بعد كده هبدأ اضيف التوابل. هنضيف طبعا كمون بودر، كزبرة بودر، كمان هضيف بابريكا بتدي طعم وكمان لون حلو جدا للفراخ. هضيف فلفل اسود طبعا. هنضيف معلقة كبيرة جنزبيل. جنزبيل كمان بيبقى حلو جدا مع الفراخ المشوية. والبابريكا. كمان هضيف توابل فراخ و7 توابل او جرام مسالة لو متوفرة عندي نقدر نضيفها، لو مش موجودة نقدر نكتفي بتوابل الفراخ. كمان هضيف حبهان بودر. وطبعا اساسي هنضيف الملح. طبعا الملح بيكون حسب الرغبة. ودلوقتي هبدأ اخلط كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط.
كده خلاص التتبيله اصبحت جاهزه معانا زي ما انتم شايفين. ريحتها حلوه جدا حقيقي، ريحتها بجد حقيقي حلو قوي. هبدا اضيفها على كل كميه الفراخ اللي موجوده عندي. طبعا الفراخ انا قطعت فيها فتحات علشان ادخل فيها التتبيله. مهم جدا ان احنا نعمل الخطوه دي، ان احنا نعمل فتحات في الوراك والصدور بحيث ان هي التتبيله تدخل للحم. هندعكها كويس قوي بالتتبيله بحيث ان التتبيله تختلط بيها كويس قوي وتدخل في كل الانسجه بتاعه الفراخ. شايفين الفتحات؟ طبعا الفتحات دي بتخلي التتبيله تدخل لانسجه اللحم. كده خلاص الفراخ اصبحت جاهزه معايا على التفريز. هحطها في الاطباق وهدخلها الفريزر. طبعا هنغلفها كويس وندخلها الفريزر. التتبيله التانية طبعا معايا زي ما انتم شايفين 2 كيلو فراخ شيش طاووق، طبعا في وراك مخليه. دلوقتي هنبدا مع بعض نعمل التتبيله. طبعا غسلتها كمان كويس وسبتها تتصفى كويس جدا. هنبدا نعمل مع بعض التتبيله. زي ما انتم شايفين انا معايا البوله اللي انا هنزل فيها، هضيف فيها الفراخ، هتبل فيها الفراخ. هنزل فيها بكوبايه زبادي زي ما انتم شايفين او علبه زبادي. هضيف عليها كمان معلقه كبيره توم مهروس او معجون التوم والجنزبيل، او ممكن نضيف لو احنا مش متوفر عندنا التوم بالجنزبيل ممكن نضيف توم مهروس، معلقه كبيره توم مهروس. كمان هبدأ أضيف معلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة كبيرة كمون بودر. هضيف طبعا ملح، معلقة كبيرة ملح. وهضيف طبعا زي ما انتم شايفين نص كوب زيت زيتون، مهم جدا في تتبيلة عشان بيساعد على امتصاص التتبيلة. كمان معلقتين كبار، هضيف معلقتين كبار معجون الفلفل الحلو او فلفل الوان. وكمان معلقتين صلصة طماطم. هضيف زي ما انتم شايفين توابل فراخ. هضيف كمان معلقة كبيرة فلفل اسود. ومعلقة بابريكا، معلقة كبيرة بابريكا. هضيف كمان معلقة كبيرة بشر ليمون. وطبعا الملح حسب الرغبة. وكمان هضيف عصير 2 ليمونة، عصير ليمونتين. وهقلب طبعا الخليط زي ما انتم شايفين، هقلبها كويس جدا. وهضيف طبعا ضفت كمان معلقة كبيرة جنزبيل، مهم جدا جنزبيل بودر كمان. ودلوقتي هبدأ انزل بالفراخ الاوراق المخلية في التتبيلة بتاعت الشيش طاووق. طبعا نقطعها الحجم حسب رغبتنا، حسب الحجم اللي يعجبكم. وهبدأ ادعكها كويس قوي بالتتبيلة بحيث ان التتبيلة تغطيها كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبكده الشيش طاووق اصبحت جاهزة معايا. زي ما انتم شايفين انا غطيتها تماما بالتتبيلة. وهبدأ اوزعها في اطباق فيلم او اكياس ثلاجة المتوفر عندي. وهغلفها كويس جدا بحيث ان احنا نفرزها لرمضان ونطلعها على طول من الفريزر على التسوية. زي ما انتم شايفين ده الشيش طاووق انا فضيته طبعا في اطباق فيلم. طبعا حسب عدد افراد الاسرة هنقدر نوزعه حسب او نقسمه حسب عدد افراد الاسرة. وكمان الفراخ هنقسمها حسب رغبتنا او حسب عدد افراد الاسرة. ودي كانت وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين. وصفة حلوة جدا جدا ومفيدة جدا جدا خصوصا في رمضان، هتريحنا كتير جدا في رمضان. طبعا هنطلع من الفريزر على طول على التسوية
مهم جدا طبعا ان احنا نغلفها كويس جدا عشان ريحتها ما تغيرش طبعا. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم الفيديو الجاي، وكل سنه وانتم طيبين.